اهلا 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 باعز الحبايب. يا هيله وحشتينا، نورتي ليالينا. وعشان لايف از تو شورت يا هيله يا اختي منك ليها، فخلينا نتكلم عن الوحده. ليه بنخاف من الوحده؟ وليه بنقلق لما يقولوا لنا انتي ست بياعه؟ ست بياعه دي على فكره حاجه لطيفه هنعرفها بعد شويه. احنا كستات ممكن نستحمل اي حاجه، بس بنخاف جدا من قصه الوحده دي، لان الكائن مننا كست كائن اجتماعي رغاي هراي نمام، هننم مع نفسنا لازم تجمعات، يعشق اللت والعجن زي عينه. فكل ده بيقول لنا ان احنا ما ينفعش نعيش لوحدنا. فانك تقولي الواحده استغني يبقى يا دهوتي، ابعدي يبقى يا حمتي. فرق اللي بيأذيكي كأنك بتعذبيها عذاب القبر، اقعد اتعذب ولا انيش اسيبه. بس هو في الحقيقه لو انت ما استغنيتيش عن حاجات معينه حقيقي هتعيشي متعذبه. وانا في الحلقه دي بقى هنكلمك عن فوائد الوحده، قيمه الاستغناء، لذاذه انك تكوني ست بياعه. فاكرين فيلم البيضه والحجر؟ كان في جمله حلوه قوي بيقولها احمد زكي، بيقول انا بحارب الغلاء بالاستغناء. في غلاء اكتر من اللي احنا فيه، استغني بقى، بيعي. ناس كتير بتشوف الوحده شعور سيء، بيجيب اكتئاب، بيدخل الواحد في مود مش حلو. ما تيجي اصدمك واقول لك ان في دراسه بقى اثبتت عكس الكلام ده كله. عملها فريق من الباحثين في احد الجامعات الكنديه. اكدت ايه بقى الدراسه دي؟ اكدت ان الشعور بالوحده ليه فوائد ايجابيه على الصحه. يا بت صحتك هترد يا بت. بصي تعالي امسك معاكي كده اقول لك الاشخاص المنعزلين لما عملوا عليهم الدراسه دي لقوهم اكثر عرضه لاستخدام الخيال، كرييتيف، في ذكريات ماضي شغال، في امال للمستقبل جايه. كل ده كان في الدراسه، فهي ليها تأثيرات إيجابية. يعني مش هتموتي من الوحدة ولا حاجة. لو سبتي علاقة مؤذية أذتك في حياتك مفيش أي حاجة هتحصل لك خالص، مفيش حاجة هتنقصك. واحدة صاحبتك هراية عمالة تنم وتقرف فيكي وتنقل في كلامك موقعتيه، صاحبتي ما سيبهاش، لا سيبيها. واحد توكسيك مطلع على جتتك البلا الازرق، بيبسطرك سخني ساقع امشي، يسيبك يرجعك يعرف عليكي يسقعلك، وانت تقولي بس بحبه. ايه يا بت مش قادره تستغني؟ هغيره بعد الجواز يا بت، محدش بيتغير بعد الجواز يا بت. انا عارفه مخاوفك القذره انك خايفه تبقي ترجعي تاني وحيده ويقولوا بصوا اللي كانت مخطوبه وسابت، صح؟ اللي كانت مش عارفه ايه وسابت. بس الوحده احسن من فردة الشبشب اللي انت مرتبطه بيها دي. انا جايه لك من المستقبل وبقول لك ما تكمليش في العلاقه التوكسيك دي، سيبي. ولا تيجي واحده تقول لك انت بنت اصول استحملي، انا راضيه ذمتك. في اللي انا بقول لك عليه ده انت كده بنت اصول ولا بنت ايه؟ انا بسالك ده سؤال اهو، ردي عليا. خايفه يقولوا عليكي ست بياعه؟ مش خايفه تعيشي حياتك مهزأه تعبانه يركبك الامراض النفسيه كلها؟ طب يا ستي لو في حالات صعب ان انت تستغني على ارض الواقع، عندك عيال، ما عندكيش دخل مادي، اجتماعيا مش قادره تتاقلمي، طب استغني نفسيا. احنا مش بنقول للناس ان هي تسيب وتبعد، بس بقولك ان في اشكال من الاستغناء. لو مش قادره تستغني في ارض الواقع استغني نفسيا. كنت مره في مكان وواحده كانت معروفه شويه كانت في نفس المكان، وكان في ناس كتير قوي واقفه بتتصور معاها. جوزها كان موجود، واضح من نظراته ان هو كان متضايق شويتين من نجاحها، شويتين تلاتة. المهم شويه وافتعل خناقه، هزقها قدام الريسبشن كله. وبعد ما كانت واقفه بتتصور مع الناس ابتدوا الناس يبصوا لها، شوفوا رد فعلها الست دي هتعمل ايه. وبمنتهى الهدوء والرزانه اللي في الدنيا الست ما نطقتش واتحركت من مكانها ومشيت. ولما سألتها بعد كده هو انت اتخانقتي لما رجعتوا ولا ايه اللي حصل؟ لان هي اتهانت قدام كل الناس. قالت لي لا خالص. وقلت لها ازاي يعني ما اتخانقتيش؟ قالت لي لا، وانا راجعه الاوضه قعدت افكر، قلت لنفسي هو انا لو في الشارع وواحد مجنون ومريض نفسي تف عليا، الناس هتشوف ان انا اللي عندي مشكله، ولا هتبقى شايفه كويس ان اللي قدامي ده مريض نفسي ومجنون وتف عليا؟ ولقيت نفسي برد وبقول هو اللي مريض نفسي. قدام الناس كلها انا ست محترمه، هو اللي مهزأ ومريض
وغلط فيا قدام الناس، وانا ست محترمه وسبته ومشيت. بالعكس، كل الناس فهمت ان هو عشان يداري غيرته هو عمل كده، وبالفعل جه الاوضه وكمل الخناقه عشان ما يبانش قدامي ان هو كان غيران، وسبته خلص الخناقه كلها. وبعد ما خلص بصيت له وقلت له هي حبيبي هتنزل البسين؟ اتصدم من رد فعلي، لان ده مش رد الفعل بتاع الموقف ده خالص. فقال لي لا، واتضايق جدا. فقلت له لا، احنا كنا مقررين ان احنا هننزل البسين، انا داخله اغير هدومي. وسبته وهو مش فاهم انا ازاي ده رد فعلي. بس الحقيقه انا رد فعلي ده لان انا مستغنيه عنه من جوايا. انا بتعامل معاه كشخص مريض مضطره للتعامل معاه في حياتي عشان ولادي. لا يومي هيبوظ ولا انفعالاتي هتتحدد بناء على شخص مريض. رحت بصلها كده يا اختي، يا بتشي هايله الجمال ده، لا ده احنا نسقف بقى، ده احنا نسقف سقفه كبيره بقى. هو ده الهيلان اللي انا مستنياه منكم، هو ده الاستغناء النفسي. ويوميها خدت درس عمري ما هاخده في حياتي. وعلى رأي الفنانة روبي لما قالت في أغنيتها في الشدة تبص جنبك مش هتلاقي ناس، إنما هتشخلل جيبك هتملى ميكروباص، ما تحبش قد أمك وأبوك، وكررتها قد أمك وأبوك. أوكي، والتكرار هنا لتأكيد المعنى وتوضيحه. بما إننا بنتكلم على الشعر، فالشاعر الكبير جبران خليل جبران قال طلبت الوحدة والانفراد لأني لم أحصل على شيء من يد بشري إلا بعد أن دفعت ثمنه من قلبي. قول يا عم جبران وسمعهم، هات من الشبخ الجواني طرطش في وشنا يا عم جبران. بصي يا بت منك ليها، بصي الخلاصة شعارنا في الحياة لايف از تو شورت. ففرهضة مش هنتفرهض، مخمضة مش هنتمخمض. أي حد يقرب من سقف كرامتك دونت سبيك اند ران. اصل هنعكر مزاجنا ليه؟ لو عاوزه تروقي على نفسك كمان وكمان بقى اطلعي معانا فاصل، واياك تقومي من قدام الشاشه لحد ما ارجعلك بمنتهى البشاشه. يلا فاصل، مش هعوق عليك، اوعى تقوموا. نشرة اخبار الستات تقدمها اليكم ايفون نبيل الشهيره بام ليلي وبري كيداهم ونستهلها باهم الاخبار. تداول رواد التواصل الاجتماعي صور خطوبه الفنان هشام جمال على الفنانه ليلى احمد زاهر، وعلقوا عليها احنا راضيين عن الجوازه دي. تحس ان رواد التواصل الاجتماعي دول قاعدين على الحيطه، هم دول اللي قاعدين على الحيطه بيسمعوا الزيطه. جدير بالذكر ان الفنان احمد زاهر قد صرح في وقت سابق انه رافض تماما فكره زواج بناته. والله عين العقل يا استاذ احمد، وانك بيغير على بناته قوي، واي عريس هيقرب منهم هيتضرب من قبل ما يجي، وانه رافض الفكره تماما. جدع يا استاذ احمد، وزي ما هو واضح في الصوره واضح الرفض باين على وشك. ولا انت اتضربت يا استاذ هشام ودي بعد رحله التشافي ولا ايه؟ ولا ليلى اللي فضلت تقول لك هشام اخويا هشام اخويا هشام اخويا، وواضح ان علاقتهم عملت شيفت كارير وبقى اخويا وابويا وواحد بيكو ولا ايه يا قلبوسه؟ حبيتيه يا قلبوسه؟ طب مش قد التصاريح ما نصرحش. طرح الفنان تامر حسني كليب درامي جديد بعنوان ما وحشتكيش، وهي أحد أغاني ألبوم هرمون السعادة، وذلك بعد فترة طويلة من الاكتئاب الذي كان يعاني منه نجم الجيل وتسبب في ابتعاده عن الفن لفترة. ما وحشتكيش ما وحشتكيش، يعني واخدين بالكم من الكلام؟ معقول أكون ما وحشتكيش من يوم بعدنا مش بعيش، رغم الفراق ما فرقتكيش، عندك خلاص واقفة الحياة. طب الجمهور يسكت؟ لا، ازاي؟ فضلوا بقى يشيروا الاغنيه ويمنشنوا طليقته الفنانه بسمه بوسيل، وازاي يا بسمه تسيبي تموره؟ طب ما وحشكيش؟ طب والعيال دراما بقى دراما، واحنا فيها ما بنتوصاش. طبعا اصل برضو يعني تامر ظهر في الكليب وشكله متاثر قوي، كل كلام الاغنيه زي ما يكون موجه بعد انفصاله عن بسمه. بس سيبك انت، ايه يا سراء يا جبيل الحلاوه الجمال ده والطعام قمر في الكليب، بس اكتبي لي بس، انا اللي محتاجه اعرفه درجه الروج الاحمر وبراند ايه. وعطفا على الخبر السابق وفي اطار الانفصال والشحتفه العاطفيه، انفصلت الفنانه ياسمين عبد العزيز الشهيره بوحش الكون عن الفنان احمد العوضي بعد اقل من شهر من احتفالها معه بعيد ميلاده ومفاجاتها للعوضي. لسه مفاجئاك. واحتفاله هو بقى لما كتب لها
قبل 16 ساعه، 16 ساعه يا مؤمن. ده بيحصل 16 ساعه نتطلق وهو لسه معيد عليكي في عيد ميلادك ببوست على الفيسبوك. 16 ايه اللي حصل بقى؟ المفروض تقولي له شكرا ثانك يو بتاع. اتحسدتوا يا ولاد، اتحسدتوا. الجدير بالذكر ان ليلى عبد اللطيف خبيره الابراج تنبأت بالخبر في حلقه مع الاعلامي نيشان. ايه اعداد الكلام الفارغ ده يا جماعه؟ ما يصحش كده. تنبؤ ايه وغيب ايه؟ صدف المنجمون ولو صدقوا. ايه يا جماعه اللي بقى؟ هي توقعت ان في تسونامي، ايه تسونامي جديد؟ توقعت ان الذهب طالع وانه العمله الوحيده المضمونه. طب معلش ثانيه واحده. الو مسيو جورج. لا معاك ايفون نبيل. لو سمحت اربط لي بكل ثروتي ذهب، كلها. ابعت لك واحد مع المبلغ كله. ايوه ب 1165 جنيه وربع. ايه الجرام بقى ب 3500؟ طب تمام مفيش مشكله. ابعت لي بريمه حلق. الوز ولا كبس؟ الوز، انا احب البريمه الالوز. لا تمام شكرا يا فندم، شكرا ميرسي جدا. حذر نادي نجيب رئيس شعبة الذهب من عادة خاطئة تقوم بها السيدات بارتداء أكثر من غويشة في اليد الواحدة، وهو الأمر الذي يجعلها تحتك ببعضها البعض مما ينتج عنه تآكل جزيئات أو ذرات صغيرة جدا من الذهب، وهو ما يتسبب بعد فترة في قلة الجرامات عن عددها الطبيعي نتيجة الاحتكاك الغوايش مع بعضها. طب معلش ثانية واحدة. وهنا نقدر نتوجه بالتحذيرات لسلفتك اللي كل ما تشوفك تفضل تشخلل قدامها بدراعاتها اللي مليانه غوايش وترقعيها في وشها، بتحذيرات رئيس شعبة الذهب. بس اديني الثانية بتاعتي بس، ثانية واحدة بس. مسيو جورج، هو الحلق القلاووز هو داخل بيحك؟ لا معلش استأذنك تخليه كبس. بيحك برضو؟ طب بص سيبك من البريمه، الاقي عندك عمود بريمه؟ خلاص اوكي خلينا في العمود. اوكي شكرا. حذر استشاري تغذيه من انواع الحلويات الجديده التي تعرف بالقشطوطه والكشري الحلو والمدلعه وسندوتشات الميكسات، موضحا انه على الرغم من المذاق المختلف والمميز للحلويات الجديده والتي انتشرت على الساحه بشكل كبير، الا ان مخاطرها على الصحه قد تصدمك، إذ تسبب مكوناتها في العديد من الأمراض التي لا تتوقعها مطلقا بسبب احتوائها على الكربوهيدرات والسكريات والدهون التي تترك آثارا سلبية على الجسم كله، على رأسها إدمان السكريات. يعني تخيلي كده تبدأ معاكي بوحدة قشطوطة أو كشري حلو وتلاقي نفسك بعد كام طلب في مصحة لعلاج إدمان السكر، وبدل ما تطلعي على الديلر تقضي، لا تطلعي على محل التموين تقولي له أرجوك الحقني بسرعة، أرجوك محتاجة الجرعة كيس سكر من بتاع التموين. خافي على صحتك بقى، خافي انت وهي، كرشك هيدلدل يا موكوسه. طلت الراقصه دينا في حفل راس السنه بفستان اسود قصير يعلوه بلطو قصير باللون الازرق ذو انتفاخ كثيف، ولفتت الانظار بحذاء اسود من توقيع ماركه بالمان. الفراكين على السوشيال ميديا بقى يسكتوا؟ لا، يخشوا يفصصوا اسعار لبسها حته حته، فيلاقوا ان الجزمه من توقيع ماركه بيلمان سعرها عدى ال 1600 دولار، وهو ما يوازي 50,000 جنيه. مش عارفه سودا ولا مش عارفه، 50,000 يا فنانه في جزمه. بس نقول ايه؟ ما هو راحه الجسم تبدا من القدمين، ربنا يريحك كمان وكمان يا فنان. دول يجيبوا كام بريمه بقى ذهب دول؟ بالانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية وتعادل منتخب مصر أمام موزمبيق بنتيجة 2-2 بعدما كان المنتخب المصري متقدما في بداية اللقاء، لكن كالعادة الحلو ما بيكملش، ده حتى البريمة القلاووز طلعت بتحك. شكلنا داخلين على مخمضة، فنصيحتنا للمتابعات سواء متزوجات أو مخطوبات يقولك نازل أتفرج على القهوة سيبيه، بدل ما يحرق دمك ويقرفك طلبات شاي وقهوة ويعميكي انت والعيال سجاير، سيبيه ينزل. وعلى ذكر بطولة أفريقيا، فقد شارك الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة حاليا بكوت ديفوار، وتألق النمبر 1 في حفل الافتتاح بسم الله ما شاء الله، حاجة تشرف
دخلتك علينا بالربدي شمبر الاحمر بالدنيا وما فيها يا استاذ محمد يا رمضان. معروف على الاحمر على الاسد بيمنع الحسد. 5 5 5 5 علينا من العين. بس والنبي كنت خايفه عليك تستهوى يا نجم. ما هذا وقد لفت نظري روتين باط الفنان، ما شاء الله حقيقي واجهه مشرفه، بسم الله ما شاء الله. بس اكتب لنا نجم يا فنان روتين باطك عشان ما شاء الله حاجه تفرح وتشرف. أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة وصلت لها، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. لا بس شوفي يا هايلة منك ليها، شفتي شايفة الليونة والرشاقة؟ أنا نفسي يا فنانة أوصل لها زي ما أنتي وصلت لها، بس الديسك عندي يا أختي بيقفش لما بتوارب. مين تعرف تعمل الحركة دي؟ ها؟ خليكم انتوا تضربوا في المدلعه والقشطوطه وانا اعالج الديسك وهرقع شقلباظ زي الفنانه واناقش كل مشاكلي وانا بعمل ايروبكس على مستوى الرؤيه الافقيه للشقلباظ. تصدر زفاف الامير عبد المتين ابن سلطان بروناي مواقع التواصل الاجتماعي بعد استمرار الزفاف 10 ايام في العاصمه. ويصنف الامير عبد المتين، اسمك جامد جدا يا عبد المتين، ابن سلطان بروناي كأغنى أمير في العالم، ويعيش على أحد القصور التي تتألف من 1877 غرفة مرصعة بالذهب والألماس، ويمتلك نحو 66 سيارة فيراري، 50 سيارة مرسيدس بنز، 20 بي ام دبليو، 17 جاكور، 10 رولز روي، ايه ده؟ 15 بورش، 3 سيارات. ايه ده؟ تعبت من كتر القرايه. ده جايب جراج من فين؟ ولا ده طائره مطليه بالذهب ومفروشه بالداخل بالذهب والالماس ومرصعه بالاحجار، يعني عارفه ده ايه؟ ذهب ياقوت مرجان احمدك يا رب. سامعه يلي بتتشكي كل يوم بتكتبي على الحاله في الفيسبوك محسوده وانت اصلا قاعده في نزله البراجيل من على الدايري مع جوزك اللي قاعدك في بيت عيله وزالل انفاسك وانتوا بتتجوزوا عشان يجيب لك خاتم وكنتوا بتتخانقوا على المحبس. يلا ربنا يبارك لهم، احنا عينينا مليانه. انا واحده معايا بريمه ذهب قلاووز بيحك، بقالي حلقه كامله بتكلم عنها جايباها بكل ثروتي. انتهت اخبارنا، هتروحوا الفاصل وياك واحده تقوم من قدام الحلقه هرقعكم دعوه تجيب لكم احتكاك في حياتكم كلها مش في البريمه. نروح لفاصل ورجعوا لنا تاني. اهلا يا اهلا يا اهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا خلطات ووصفات مش هتلاقيها غير في هايله. رقم 1، مشكلة بتقابل كل الستات تقريبا وخصوصا في الشتاء، جفاف الجلد، القشف من الاخر، البشرة الجافة وجلد الوزة والقشر اللي بيطلع من الجلد في الشتاء. وانا من اصحاب البشرة المقشفة، انا بفتخر يا جماعة، دي طبيعة جلد ربنا خلقه في بعض البشر، فانا من اصحاب البشرة الجافة شديدة الجفاف اللي هي بتعمل قشور في الشتاء. واصحاب البشرة الجافة دول تحديدا بتلاقوا ان في عندهم جلد الوزة. فالنهارده هعلمك ازاي تعملي احلى تريكات للحمام المغربي تخلصك من كل الجلد الناشف ده، وهقولك على حاجات بسيطة تعمليها تخلي جلدك متعطر ومترطب وناعم زي بشرة الاطفال. طيب رقم 1، اغلب المنتجات اللي موجوده معانا من هايلا برفيوم، الارقام بتاعتهم هتظهر على الشاشه، ده البراند بتاعي، الارقام بتاعتنا هتظهر على الشاشه، وهقول لك الحاجات اللي تجيبيها وما تفكريش. اول حاجه ده شكل الليفه المغربيه، سواء هتجيبيها من هايلا او هتجيبيها من اي مكان، ده شكل الليفه الاوريجينال. انا عايزاكي بس تبصي عليها لان في ليف بتتباع، دي ليفه مواعين يا جماعه ملهاش اي علاقه، فسواء هتجيبيها من البراند بتاع هايلا او من اي مكان تاني ده الشكل بتاعها، هتلاقيها رقيقه كده ومش تخينه، ده اللي احنا محتاجينه. بتبقى ده حجمها عندنا، ولما بتنقعيها في الميه وبتستخدميها بتكش شويه عن كده، فيا دوبك هتلاقيها بتدخل ايدك فيها بالعافيه. تمام؟ طيب بنعمل ايه بقى؟ اول حاجه بتنقعي جسمك في شاور كده او بتقفي تحت الدش شويه حلوين، بتاع مثلا 7 دقايق 8 دقايق لحد 10 دقايق، جسمك بيبتدي يبوش. اوعي تغسلي شعرك بشامبو او تجيبي اي كيميكالز على بشرتك، بتفردي الصابون المغربي على بشرتك كلها وتسيبيه كمان 10 دقايق، يبقى احنا كده قعدنا تقريبا تلت ساعه. ممكن بقى ترسمي ضوافرك، تعملي اي حاجه في الوقت ده، تمام؟ تعملي ماسك لوشك، روقي على نفسك عقبال ما نخلص الفقره دي. ما جبناش اي حاجه على راسنا لان ده هيخلي الجلد الميت ما يطلعش. نشطف جسمنا كله من الصابون المغربي، خلاص بقى جلدنا ناشف، او يعني مش ناشف، مبلول، اللي هو البلل العادي بس ما فيهوش اي صابون ولا اي مزلقه. ببتدي امسك الليفه بعد ما نقعتها قبل الشاور حوالي نص ساعه في ميه سخنه،
واروح حاطه عليها، ودي تريكايه محدش يعرفها في المغرب، ما بيعملوش كده، عشان انا الناس المغربيين هتلاقيهم داخلين بيكتبوا كومنتات لا احنا ما بنعملش كده، لا ده التركايه دي بتاعتي انا مش بتاعت المغرب. هتحطي عليها معلقه خل، حبه خل صغيرين، وتمسكي الليفه رايح جاي رايح جاي. مفيش دقيقتين، انت مش هتكملي دقيقتين، مفيش دقيقه اصلا، اقل من 30 ثانيه هتلاقي في سخام نائح، سخام نائح، جلد ميت. لو انت مستحميه من يوم هتلاقي كميه جلد ميت فظيعه، ولو ده اتكرر كل اسبوع هتلاقي كميه جلد ميت فظيعه. هي بتطلع جلد ميت، يعني انا بنزل على البيج بتاعت هايله الفيديوهات بتاعت الجلد الميت شكله عامل ازاي، تحسي ان واحده ما استحمتش بقالها سنتين، وده مش حاصل، يعني ده ممكن تبقي لسه مستحميه، بس هي فعلا رائعه في ان هي تطلع الجلد الميت رايح جاي رايح جاي. طيب احنا دلوقتي اتنقعنا في ميه سخنه، في جفاف شديد بقى في البشره من الميه السخنه، ويا ريت ما تستخدميش ميه سخنه قوي 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 زي ما الناس بتعمل. احنا مش بنسلق فرخه وبنطلع الريش، ها احنا بنطلع الجلد الميت، ودي بشره بتاعت بني ادمين، اوكي؟ فما تافوريش في الاداء. خلصنا كده تنظيف الجلد، وابتدينا دي هتخرج لك كل الشعر اللي هو بيعمل تكتلات في الايد اللي هو بيسبب جلد الوزه. فانت خلاص كده نظفتي البشره وطلعتي الشعر اللي تحت، فطبعا بتعملي له ازاله بالطريقه المعتاده اللي انت بتعملي بيها. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ كده المسام متفتحه، نبتدي نشطف جسمنا بميه ساقعه شويه. وتيجي الخطوه اللي بعدها، هتروحي جايبه مسك ابيض، وده برضو بيتباع عندنا المسك الابيض السعودي، وتاخدي منه نقطتين. طبعا منطقه البيكيني، تعطير للبيكيني رائع رائع بالمسك الابيض، وتروحي عامله كده واخده لك لحسه حلوه كده يا اختي اهو، تمام. هتروحي واخده لحسه وتروحي حاطه بقى على الجلد بتاعك. بعد بصي هتلاقي لمعه كده في الجلد اصلا ابتدت تظهر. انت كده رطبتي وعطرتي جسمك، وشلتي خليتي بشرتك عامله زي بشره الاطفال، واي حد يا جمالك الناس تحب تشم ريحتك لما تعدي من جنبهم. بس في انواع كتيره جدا جدا من المسك، في مسك ابيض وفي مسك اسود. المسك الاسود طبعا لمنطقه البيكيني، اوكي، وده حلو جدا. ده بقى للغمقان اللي في منطقه البيكيني، يقضي على البكتيريا، ترطيب. الناس اللي من السعوديه وعارفين المسك الاسود، او اللي من هنا بيروحوا السعوديه هم عارفين فوائد المسك الاسود، خشوا اقروا عن المسك الاسود الغزال. وفي انواع المسك اللي هي فروتي، اللي هي رمان وتوت وفانيليا، كل دول يصلحوا في القصه اللي انا بتكلم عليها دي. عشان التايم والمخرج عمال يقول لي يلا خلصي خلصي خلصي، فانا هكتفي ده، واقول لكم المره الجايه طريقه حلوه قوي 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 لعمل مزيل للمكياج هنعمله في البيت. نروح لفاصل ورجعوا لنا تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا اللي هتجيب لنا الخلاصه في قصه الاستغناء والوحده. الست البياعه، لما يقولوا عليكي ست بياعه، دي ست بياعه ولا مش ست بياعه؟ معانا دكتور سمر كشك، استشاري العلاقات الاسريه. منورانا يا دكتور. نورك حبيبتي، تسلمي. قولي لي، هو الاستغناء ده حاجه وحشه؟ لا، هو مش حاجه وحشه، هو اوقات بيبقى ضروري. بمعنى ان انا لما بوصل لمرحله معينه مع الطرف اللي قدامي بقول الاستغناء افضل، لاني بوصل لمرحله من تعذيب النفس وعدم الثقه في النفس بتخليني كارهه نفسي، مش قادره اكمل في العلاقه دي، او اني بكون مع اللي قدامي متفانيه قوي، او اني اكون مع اللي قدامي اديت ثقه واديت حب واديت امان، ولقيت اللي قدامي ما ادانيش اللي انا مستنياه، العشم الزايد اللي انا كنت حاطاه في اللي قدامي. لذلك انا دايما بقول حط حته كده ما تديش الامان قوي، حتى لو كان اللي قدامي بيرفكت، ما فيش بعد كده، لان ممكن الدنيا تغيره، ممكن تقلبات الحياه تغيره، ممكن انا نفسي اتغير عليه، فالحال مش ثابت على طول. فعلشان اللي قدامي ما اخسروش واوصل لمرحله الاستغناء دي، انا دايما حاطه حته ان انا ممكن همشي او هو هيمشي في اي لحظه، سواء انا مشيت بمزاجي او باراده ربنا سبحانه وتعالى ان حد مننا توفى. المهم ان مش العلاقه مش دايما مدى الحياه، في ممكن تحصل حاجات تخليني امشي او تحصل حاجات تخليه يمشي. في نقطه تانية ما بناخدهاش في الاعتبار، ايه بقى؟ ان ممكن اكون انا اللي وحشه. ليه دايما حاطين سايقين في روايه احدهم؟
يعني انا شايفه نفسي ان انا احسن حد، واكيد وجهه نظر الشخص التاني او الطرف التاني ان هو شايفني اكيد وحشه. بس انا يعني لازم احط الحته دي قدامي، لان دايما اوقات بنلاقي حاجات انها ناس بنخسرها وانا ما كنتش عايزه اخسره، بس اتضح ان انا بعد كام علاقه فسدت مع ناس حواليا ان انا الشخص السيء. طب انا هسالك بقى سؤال اهم من كده. احنا الحلقه كلها عن الوحده والاستغناء، وان لو في حاجه، لو فعلا من وجهه نظري ان انا بتاذي او في حاجه خلاص انا مش قادره اتعامل معاها استغنى، ايه اللي ما يوصلنيش لمرحله الاستغناء؟ ايه اللي يخلي العلاقه ممكن تكمل عشان ما استغناش؟ وخصوصا بقى لو في اسره او حد انا بحبه، ايه اللي يخلي الدنيا تكمل؟ ما اجيش على نفسي قوي، هي الحته دي اللي بتخليني اقلب الترابيزه، ان انا دايما باجي على نفسي واقول ايه، افوت اللي قدامي هيتغير، ان انا ايه متعشمه ان هو هيبقى احسن بعد كده، ما احطش النقطه دي، ودايما اقعد على طاوله المفاوضات. مشكلتنا ان انا اوقات بنقعد لاخر الموضوع لما المشاكل تتفاقم جدا جدا والموضوع ينتهي بالنسبه لي انا من جوايا ان انا اوصل لمرحله ان انا اللا عوده، انا مش هقدر ارجع، لاني انا راكمت مشاكل كتير على بعضها، كسلت او تغاضيت عن حقي كتير، كسلت اخده، او قلت مش مشكله المره دي، هو المره الجايه رجعت بسهوله لما كان موضوع كبير حصل، ورجعت بسهوله اتكلمت بشكل طبيعي، فاللي قدامي اوقات بيتهاون في حقي، فمره على مره على مره هحس ان انا اتهاون في حقي كتير قوي وما خدتش حقي، وان انا دايما بيتضغط عليا، وان انا باجي على نفسي كتير، فهاجي عند مرحله ممكن قبلها بدقايق اكون انا مش أنا نفس الشخص ده، اجي في مرحله لو كلمه هتكسرني وهقول لا، مش لعبه، مش عايزه، مش هكمل، لو الدنيا اتقلبت مش هكمل، لان انا وصلت لمرحله مع نفسي انا ما عدتش شايفه نفسي في العلاقه دي زي الاول، انا بقيت كارهه نفسي اللي في العلاقه، ايا كانت شكل العلاقه ايه، مش شرط تكون زوجيه، ممكن تكون مع واحده صاحبتي، ممكن تكون مع حد من الناس في شغل، المحيطين، في شغل مش هكمل. عندي حاجتين، اما علاقه يمكن الاستغناء عنها، او علاقه انا مضطر ان انا اكمل بس بضوابط. الناس هتقولي لا كل الناس اقدر استغنى عنها، لا في ناس ما اعرفش استغنى عنها، زي اهلي بالظبط، اخواتي، الناس قرايبي اللي بيني وبينهم صله رحم، جوزي ما وصلش لمرحله الاستغناء، او الزوج برضو ما يوصلش لمرحله الاستغناء الا اذا كان ما ينفعش الحياه فعلا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لان اكيد بينا ايام كويسه واكيد بينا حاجات حلوه نقدر نعيش على جداها او على ضعاها، فاقدر ان انا افتكرها، فاللي قدامي مهما كانت مشاكله انا بحط له الحلو والوحش، والله الحلو كفته رجحت فخلاص يسند الوحش شويه، فحياتنا كلها مبنيه على نظام الميزان، مش مبنيه وخلاص وامشي، لا انا كل حاجه بوزنها، اذا كانت الكفه دي رجحت ما انا مش عايشه مع ملاك برضو، لازم هيخطأ ومش هيفضل عايش متحيز ان انا ايه خايف ان انا ازعل، ما هو عايز يعيش على طبيعته فممكن يغلط، فخطأ عن خطأ يفرق. في المقدمه بتاعت الحلقه اتكلمت عن فكره الاستغناء النفسي. انا ممكن ابقى بكمل في علاقه ما لاني مضطره ان انا اكمل في العلاقه دي، بس انا نفسيا انا مش متاثره. انا عملت حواليا سور وبنيت علاقات صحيه تانية واستغنيت عن العلاقه دي بس انا موجوده فيها. هل ده ممكن؟ بتحصل كتير، واسمه الطلاق الصامت والخرس الزوجي. وانا رايي ان البعد بيولد الجفا، والحكايه دي بتحصل لما الاتنين بيتخاصموا وبيقعدوا مده طويله متخاصمين، انت عملتي عالمك الخاص والحاجات اللي انت بتحبيها لوحدك، وهو برضو عمل الحاجات اللي بيحبها لوحده، فما بتيجي ترجعي ما بتعرفيش، بتبقى الحياه غريبه عليكي، انا مش حابه دي، انا كنت حابه قعدتي لوحدي اكتر، كان فيها سلام اكتر، كان فيها حاجات اللي انا بحبها انا لوحدي اكتر، هو فارض عليا حاجات انا مش حباها، فخلاص فبتستغني. انا رايي مده الخصام ما تزيدش عن يوم، لان بعد كده انا بعمل حاجه بتريحني وتملى الفراغ ده، ما هو انا عندي وقت فراغ، انا كنت بقعد اتكلم مع جوزي بالليل، دلوقتي ما بتكلمش معاه، فخلاص انا عندي الوقت ده هقتطعه، هعمل حاجه تانية، لو اتعودت عليها مش هعرف ارجع، وهو كذلك، الاتنين خلاص بيبعدوا وبيرتاحوا على كده. او حاجه تانية ان الاتنين بيلاقوا
حاجات حلوه او اكتيفيتي يعملوها بعيد عن بعض، اوكي. فيتعلموا يبقوا بعيد. ما ممكن دي تبقى فعلا طريقه تعامل، يعني مثلا بدل ما ست تروح تنفصل وفي بيت واسره واطفال، هي مقرره ان هي تكمل كشكل، ده غلط. اه، ليه بقى؟ لانها بتيجي عند مرحله معينه من العمر هي بتدخل في حاله نفسيه كئيبه جدا، لانها ما عاشتش، هي عاشت لوحدها. يعني جوزها عاملاه ضيف، هي عايشه لوحدها، مش مشاركاه في اي حاجه، ما فيش بينهم لغه حوار. صعب جدا ان انت تقعدي مع حد يعتبر اقرب الناس ليكي، لا انت عارفه تكلميه زي بطبيعه الحال ولا بشكلك الطبيعي، ولا تشتكي له ولا تقعدي تسمري معاه. صعب ان انت تعيشي لوحدك في جبهه واللي قدامك عايش في جبهه، واوقات بيعيشوا الاتنين بينهم صراع نفسي واقل كلمه بيتخانقوا عليها. فصعب ان انت تكملي بالشكل ده. فبعد كده بتوصلي لمرحله معينه انت قاعده مضغوطه 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 على طول في علاقه انت كارهه التفاصيل بتاعتها. فبعد مرحله معينه بتقولي لا مش عايزه، انا مش قادره اكمل. واوقات بنلاقي دلوقتي ظهرت ظاهره ان ستات كتير قوي بتوصل لمرحله بعد ما اولادها اتجوزوا وخلصوا ممكن تتطلق. وهي خارجه من قاعه الفرح بتاعت بنتها او ابنها بتتطلق. خلاص هي مش قادره تكمل، هي كانت مستنيه اللحظه دي. فانا مش عايزين نوصل ان انا استنى اللحظه دي. طب سؤال بقى، هو ان انا استحمل عشان ولادي ده غلط؟ استحمل عشان ولادي بس ما يعني اقولش. في بيوت كتيره مكمله مينلي تحت مسمى ده عشان ولادي. اللي بيخليها تتفاقم اكتر ان انا بقول كده، فاللي قدامي بيتعامل معايا هو على هذا فعليا الاساس. هو فعليا لو كان في الحاله دي مفيش ولاد، كان زمان الاثنين دول انفصلوا، فهم فعلا مكملين عشان الولاد. طيب وكملنا والموضوع انتهى ان احنا هنكمل تمام. وقررنا خدنا قرار التكمله. طب ما انا لازم اوصل للمرحله اللي انا اكون مستريحه فيها. ما هم مش عارفين ما هم لو عارفين كانوا استريحوا. لا، بمزاجي. بمعنى بس الاثنين يكونوا عايزين كده، ما ينفعش طرف واحد، لازم الاثنين. هنقعد مره واثنين وثلاثه ما ازهقش، لان في ناس بتزهق تقول لك لا اصل هو ما فيش منه رجا، او هو يقول لك ما فيش منها امل فخلاص الموضوع ينتهي وفعلا ينفصلوا وكان في امل ان الدنيا تمشي. قصر الامد ان هم يكملوا ان انا ماليش طولة بال ولا نفس ان انا اكمل معاه. لا، انا هدخل الحياه الزوجيه لازم يكون عندي نفس طويل جدا 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 ان انا اغطس تحت ما اطلعش الا لما اكون منتصره، ان انا اعيش حياه حلوه على قد ما اقدر، ما بعدش قوي لان البعد بيولد الجفا. كلمه انا عايش عشان العيال هي دي اللي خربت نص بيوت مصر، لان الطرف الاخر بيعيش على اساس ما هو في إن ناس ما التاني تتعاشرش يا دكتور، ما هو في معاكي ناس بس ما تتعاشر، يعني أنا انا مكمله بزودها. عشان العيال لان انا خلاص فقدت كل امل ان انا اعيش حياه حلوه، فقدت كل امل ان انا الشخص ده ممكن يتغير. يعني هي بتبقى جابت اخرها في كل حاجه، فهي خدت قرار ان هي عشان ما تبوظش حياتها اللي هي باظت اوريدي، تمام. وكمان حياه العيال، لان ده يعني بيجي وراه حاجات كتير، بيجي وراه مصاريف وبيجي وراه محاكم وبيجي وراه اختلاف تام في حياه الاسره كلها. تمام. وغالبا ما بتبقاش الحياه اللي هي السويه الجميله اللي هو ايه ده مصاريف الولاد كذا خد كذا انت هتقعد في البيت، ده مش موجود، ده خيال علمي مش موجود، غير 3 تنفار في مصر تقريبا بينفذوه. فعشان ما تخشش في الهدك الكبير ده ساعات بتاخد القرار بتاعت انا هكمل عشان الوجع ده ما يجيش، لان هي كده كده هتعيش في وجع، هي هتبقى مسؤوله بعد كده عن عيالها فمش هتعرف تتجوز مثلا، او هيبقى فرص جوازها قليله جدا 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 جدا، فهي مكمله لان الوضع لو اختلف بقى انفصال تام هيبقى اسوأ لعيالها وهيبقى جحيم عليها برضو. بس هي كده الاتنين عاشوا ميتين. ما هم كده كده حياتهم مش الطف حاجه، ما هو بيبقى ما دائره هو الانتقام بعد كده. برضو بحط امل ولو 1%. بلاش كلمه انا عايش عشان الولاد، لانها خلاص بتكسر اخر امل. خلاص انا مش عايش عشان الطرف الاخر، انا عايش عشان الولاد. فعايش عشان الولاد دي بقى خلاص انا هتعامل معاك بقى من منطلق ان انت جوزي، او هي تتعامل ايا كان اللي قال الكلمه مين. فانا بتعامل مع الطرف الاخر ان انا مش زوج او زوجه، انا بتعامل انه ابو الولاد. فرق كبير. اكيد. فطالما اتعاملت ابو الولاد يبقى بتعامل بالكيفيه دي، يعني ما عادش جوزي، ما عادش اللطافه اللي كانت في العلاقه، الطبطبه بتاعه الازواج، لا بقت طبطبه اب للولاد. فانا خليت الدنيا تمشي في سكه انا اللي اخترتها،
فبلاش كلمه احنا عايشين عشان خاطر الولاد، لا احنا عايشين علشان عايزين نكمل ايا كان الشكل. شوفي، البيت ده عباره عن شركه. الشركه دي رؤساء مجلس الاداره الاثنين دول، في رئيس مجلس اداره ومدير. هل الشركه دي لو انا قلت انا عايش عشان الموظفين هتفلح؟ اكيد لا. ولا انا عايش عشان الشركه دي تكمل وتتبني؟ وجهه النظر مختلفه. فشكلي وانا بتعامل علشان اكمل الشركه دي تبقى قائمه غير خالص ما اكمل عشان الموظفين ياخدوا رواتبهم. أكيد. مختلفه. فاتعامل من منطلق ان انا عايزه اكمل الشركه دي تتبنى مهما كان التضحيات اللي هعملها للطرفين. كلام حضرتك بقى فكرني بجمله يعني من اسفة الجمل اللي سمعتها في حياتي. مره حد قال جمله كده، احنا خلاص، هم كانوا في الثلاثينات من عمرهم، يعني عندهم اطفال صغيرين، احنا خلاص احنا عايشين عشان العيال. ليه احنا خلاص؟ ما انا لسه عندي احلام وطموحات وحاجات احققها، وحاجات احققها ليا وحاجات احققها ليا، وبعدين عيالي دول طبعا هم اهم حاجه في حياتي وبتاع، بس انا كمان ستيل مهمه. ليه احنا خلاص؟ يعني احنا خلاص دي انا عايزه ما اسمعهاش في حياتي. لاننا عندنا هو ده مشكله صح؟ تراكمت. ده صح؟ لا طبعا ان احنا غلط. خلاص؟ لا طبعا غلط. والسبب في اني عندي يعني بدايه الجواز هي نهايه الدنيا. يعني احنا بنتعامل مع الجواز ان هو نهايه المطاف، ما بنتعاملش معاه ان هو بدايه حياه. لو اتعاملنا ان هو بدايه حياه وانا لازم اسس الحياه دي على هذا الاساس ان هي تتبنى، ان انا هكمل، هرحم اللي قدامي، هحبه حتى لو انا مش بحبه، احبب نفسي فيه، اطلع الصفات الحلوه عشان اقدر اكمل، اشوف الحاجات اللي هي، ما انا قلت لك الدنيا كلها ماشيه على ميزان، فانا اوزن الحاجات الكويسه، ما اقولش انا مش نافعه العلاقه دي ولا هكمل فيها الا لما يكون الكفه اللي راجحه هي اللي وحشه، صفاته الوحشه او صفاتها الوحشه هي اللي سايده. ضمان الوجود سبب خراب البيوت كلها، ان انا اللي قدامي انا مراتي قاعده خلاص، انا هي ما اتعاملنا ان هي نهايه ده اللي انا بقول المطاف. للستات، ما تحسسيش ان انت موجوده، انا ممكن ابقى في لحظه مش موجوده. لا، في فرق كبير بين اني احسس اللي قدامي ان انا موجوده او مش موجوده، او ما انا ممكن احسسه ان هو دايما مش عايش احسسه بعدم الامان، احسسه ان لا انا مش فرض عليا ان كل حاجه بتضايقني اكمل فيها عشان طب الحياه ما نعملها تكمل. من غير روي دراع، يعني ممكن ما اعملش كده، بدل ما الوي دراع واقول له انا مش موجوده وقت ما تعملها، لا انا اعملها بالعكس بقى، اخد الحته الحلوه، انا هقعد عشانك عشان انت فيك حته والنبي يا حلوه. اختي لو بينفع، يعني لو بيأثر. ما هو لو مشينا بالمنطلق ده مش هنكمل في كل العلاقات، مش الزوجيه بس، في كل العلاقات هتلاقي بينك وبين صاحبتك ما في هو في ناس مشاكل، في ما حاجات ما بتقدرش. تنفعش. يعني في ناس الحته اللطيفه اللي حضرتك بتقوليها دي ما بيبقاش ليها صدى في تأثيرها، يعني اللي احطها هو في النقطه العاميه بقى، ما اخدش بالي منها، احطها في الحته اللي انا مش شايفاها واتجاهلها، طالما عنده حاجات تانية كويسه. ما انا بقول لك في ناس ما تتعاشرش خالص، وفي ناس عنده حته كويسه دي اللي تشفع له. يعني وحش قوي بس في حته وده بقى اللي تمسح عايز كل اساله، دول. ويعني ممكن ننهي بيه الحلقه. امتى اقول ان انا لا ممكن ما اعيش وحيده، انا ممكن اكمل مع الشخص ده؟ ايه المرات اللي لا ممكن اكمل، وايه المرات لا اجري يا مجدي مفيش؟ اما اوصل لمرحله اللي قدامي بيعني انا مش فارقه، وجودي زي عدمه، لو مشيتي ما عنديش مشكله، فانا وجودي مش هينفع ان انا اكمل في حد مش عايزني. ان انا اكون اديت كل حاجه واديت كل الفرص وانا مش مستريحه، خلاص انا وصلت لمرحله ان انا مش قادره اشوف البني ادم ده او اسمع صوته، دي ما ينفعش اكمل، لان انا عايشه على كده. اعرف واحده كانت بتعمل نفسها نايمه لما جوزها يخش البيت. ما هي دي وصلت بقى للمرحله دي وصلت لمرحله لا انا حياتي هتبوظ، اعمل نفسي انا عامله نفسي نايمه. انا عامله نفسي نايمه بجد، خلاص انا مش موجوده، وهو ما كانش بيجي. ما هو الاثنين نافرين من بعض، خلاص الموضوع خلصان. اللي قدامي انا بحس قوي قوي باحساسه بيا، لو بيحبني مش بيقول لك القلوب عند بعضها، فعلا اللي بيحبك انت بتحسي في تصرفاته اصلا حتى الصغيره انه بيحبك وقلبه عليكي، واللي ما بيحبكيش ومستغني باين برضه في تصرفاته، في ادق التفاصيل، حاجات بسيطه جدا ممكن يعملها من غير ما ياخد باله. اللي بيحب بيبان عن اللي ما بيحبش.
الحاجه اللي ممكن تخليني اعيش ان الاتنين يحاولوا انهم يبقوا كويسين، الاتنين ما يخسروش بعض. طب انا مش طايق مراتي ومش عايزها وهي كذلك، اوصل لحل وسط ازاي ان انا اقدر ابلعها؟ يعني احنا وصلنا لمرحله ان انا مش قادره، مش عارفه ابلعها. عملت نفسها نايمه. عشان اعمل كده بقى لازم اقعد مره واثنين وثلاثه انا زعلانه من كذا، واسيب اللي قدامي يتكلم وانا كمان اتكلم. التفريغ في حد ذاته بيريح الاتنين. وان ودي فرصه اللي قدامي اسمعه وهو يسمعني، اسمع الاتنين. وصلنا للمرحله دي وخلاص خلصناها، طب هنعمل ايه؟ انا نهايه المطاف ما كانتش الجواز، نهايه المطاف دي في وفاتنا، لاننا لازم نعيش مرتاحين ولازم الموده والرحمه تتبنى في البيت. يعني ما اقرص بالكلام قوي، لان اوقات ان الكلام الصعب هو سبب خراب البيوت. بلاش الكلمه اللي انا حاسه انها تقيله على اللي قدامي واقولها عن عمد وعن قصد، لان هو بيفهمها وعارف ان معموله علشان تضايقني او تغيظني او تخليني انفر ده من ساعات اللي تقول قدامي. مثلا او واحد يقول لك ده انا قلت لها كذا، يعني هو انت بتتفشخر او بتتفشخري ان انت قلتي له حاجه قفلتها له طب ما انت وجعتيه او انت وجعتها، ما هي دي حفره اتحفرت مش هتتشال على فكره، هتتصالحوا وهترجعوا وهتتكلموا، بس هيفضل جواها ان انت قلت لها كذا، هي فاكراها. الكلام زي الخبطه، الجدار اهو مبني وخرسانه، هتخبطي خبطه ممكن ما تبانش، خبطه في الثانيه بعد كده هتبان، والخبطه بقى الاخيره اللي هتوقع الجدار خالص، لا تقيميه ابدا، خلاص بقت شويه فرافيت هتاخديها تعملي منها جدار تاني ما عادش ينفع. فلو وصلنا لفرحه الفتافيت دي خلاص انت بتتكلمي في ايه بقى؟ انت خلاص كده كل سنه وانت طيبه. فعلشان ما اوصلش للمرحله دي لازم اقعد مره واثنين وثلاثه، كل ما ازعل اقعد انا زعلانه من كذا، انا عايزه اكمل بس مش عارفه اكمل كده. بلاش الكلام اللي يوجع، بلاش الكلام انت صعب، انت وحش، انت اوحش واحد في الكون. ما هو هيسمع الكلام ده من بره، ما هو هيسمعه انت حلو وجميل، دايما احنا في مقارنات. حتى لو انت مش مع جوزك تقولي شوفي جوزها بيعمل لها، هي مش عارفه انه مكسر دماغها في البيت، بس انت بتحسديها من بره. انا دايما بقول ان اللي انت شايفه من بره مش هو اللي حاصل. لا طبعا. يعني القصه ان يعني معلش انا يعني لسه النهارده كنا بنتكلم عن خبر الطلاق بتاع ياسمين عبد العزيز والعوضي. 16 ساعه يا مؤمن لسه بيقول لها كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي قدام الناس. بص كاتب لها ايه، بص بيعايد 16 ساعه وقالت تم الطلاق رسميا. يا جماعه ما تاخدوش بالمظاهر، مش اللي ظاهر قدامنا. في ناس بتحب تظهر ان بيتها بيرفكت وانها ما فيش مشاكل لاسباب كتير، منها الناس ما تشمتش فيها، الناس ما تقولش ده شوفي عايشه مش عارفه ايه، منظرها قدام الناس يبقى لطيف وكويس. في ناس كده، مش شرط المشاهير بس، في ناس يعني ناس عاديه بتعمل كده. فانا رايي بلاش اظهار، لا حلو ولا وحش خالص. بلاش ان انا اظهر، انا بحب المسافات قوي، بلاش ابين حياتي خصوصا بتاعه البيت اللي هي الشخصيه قوي دي على الملأ، واقول انا حلوه ولا كويسه ولا وحشه، ولا جوزي بيجيب لي هديه، ولا جوزي بيعايد عليا، اللي يتحسدوا. غير الحسد انه ممكن يكون في احقاد اكبر. يعني واحد صاحبه يفتن فتنه بينهم يبوظ لا ده ممكن الدنيا. حد تاني من كتر ما انا بتكلم على جوزي حلو فواحده تبقى ايه ده انا اتعرف عليه. يعني بيبقى ساعات في قصص كده. احذروا النفوس، هي بالظبط زي احذر خطأ الغير. اخاف من اللي قدامي نظرته ايه، حسد، كره، بغض، اشتهاء كده، اشتهاء لحياتي. فاحذر اللي حواليك جدا، لان ممكن الخبطه تيجي من ناس قريبه جدا جدا انت كنتي عاملاها صاحبتك، او كنتي بتقولي كل التفاصيل بمنتهى الاريحيه وهي بتاخدها بشكل تاني. فبلاش الدخول في التفاصيل الحياه، بلاش الصوره اللي انا ببينها، لا عايزاها حلوه ولا عايزاها وحشه، انا عايزه الناس تشوفني عاديه. في ناس ممكن ما تعرفش ان انا متجوزه من الاساس، احسن، اما هيعرفوا هيعملوا لي ايه، ولما ما عرفوش هيعملوا لي ايه. فطالما الناس بعيده، الناس دايما بتتدخل في حياه كل الناس بطريقه ما تحبش. ودي حاجه وحشه. طب يا دكتور لو حبينا نحط يعني خطوط عريضه، امتى الست تبقى عندها الوعي ان هي تقول لا انا همشي، امتى تستغنى فعلا؟ ده كونكلوجن بقى للحلقه، امتى تستغنى؟ لما تحس انها وجودها زي عدم، انا موجوده زي مش موجوده، انا احساسي بقيمتي
بيعيشني احيانا، فلازم احس ان انا ليا قيمه في المكان. لو لقيت ان انا ماليش قيمه وان انا زي قلتي، وبرضو انصح السيدات يدرسوا الموضوع من كل الجوانب، الماديه والاقتصاديه، لان هي اللي بتشيل الليله كلها. قرار الانفصال او قرار البعد وان انا اقلب الترابيزه ومش عايزه اكمل، خدي بالك ان انت هتشيلي الموضوع برمته، مهما كان هيصرف، مهما كان هيشيل، مهما كان هيعمل، هو كان برضو بيشيل عندك حاجات، الحق روح سوي اعمل، حتى لو ما بيعملش قوي بس موجود. موجود دي حاجات كتير قوي قوي هتندرج تحتها، تفاصيل في كل يوم، عندك ولاد هو اللي يشيلهم، انت ما تشيليش الشيله لوحدك، حاولي استميتي واستقتلي في واحده تانية، خدي منها، انت الاساس. عشان ما نوصلش للمرحله دي، عيشوا مخطوبين. ليه بنفسد على نفسنا الحياه واحنا نخليها كويسه؟ ليه بدل ما اقول الكلمه الوحشه ما اقول الكلمه الحلوه واريح اللي قدامي؟ مش هيتنطط، اما يبقى يتنطط يا سيدي يبقى خد اكشن ناحيته، لكن اديله حقه. قول للست انت حلوه زي ما بتقول للست بره انت حلوه، طب ما تقول لمراتك اولى، قولي لجوزك انت جميل. يا بايس اهل بره تتشكر لهم، روح بوس اهل جوه واكسب اجرهم. بشكرك يا دكتور سمر، نورتيني النهارده. تسلمي. الوحده مش الطف حاجه في الدنيا، بس بتبقى ساعات هي، او الاستغناء مش احسن حاجه في الدنيا، بس ساعات بيبقى هو الحل الاخير. ما بقولكيش هو الحل الاول ولا التاني ولا التالت، زي ما دكتور سمر قالت لنا الشيله، وخصوصا مش اللي لسه مرتبطين، اللي متجوزين بقى وهينفصلوا. المرتبطين اخلعي، لو شفتي اي حاجه غلط اخلعي، لكن لو متجوزين ده اخر حل. ولو مش قادره تعمليه نظرا للتفاصيل اللي هي ما بعد الانفصال، استغني نفسيا. وده الحل اللي انا بشوفه الاقرب الى قلبي في حاله اضطرارك لاستكمال المعيشه. بس في حالات بتبقي اتوجعتي لدرجه ان انت فعلا مش قادره تكملي ولا نفسيا ولا جسديا، فساعتها اجري يا مجدي. اشوفكم الحلقه الجايه من هايله، اشوفكم على خير.